مشيت فرمت ابوهم. الاول والتاني كانوا في البتاعه دي اصابات. لا حول. كابتن عادل جه قال لي تعالى تعالى، راح فتح دولاب بسلسله كده، فتح دولاب الجوائز، طلع لي ميداليه، قال لي خدها وما تجيش تاني. مبروك. رجع لابويا بعد 3 ساعات اللي لسه شاري ترنج بميداليه دهب، بابا انا جبت دي. ابويا لا ازاي انت مجنون يالا. عملتها امتى؟ فدي بقى قصتي مع الرياضه بصراحه يعني. وبعد كده خلاص لان ما انا حاولتش. حتى الكوره انا كنت بحب الكوره، بس كنت واقف جون. طبعا لان هما بالنسبه لهم انا مش واقف جون، انا عائق اكتر من انا سادد الجول. اللي هو انا واقف والكوره بتيجي فيا تمام يعني. أوكي. فكانت دي كانت علاقتي بالكوره يعني انا اكاد اجزم ان انا الوحيد اللي قاعد يلعب كوره 12 سنه في حياته وما جابش جون. 12 سنه 12 سنه وما جبتش جون. بس انت بتلعب كوره جول. مدارس بقى ودورات وبتاع والكلام ده، جون واقف جون. حلو. تطمح بقى تطلع بره الجون، خلاص ما انا بطلع اللي هو يعني انهج بره الجون. لا اللي هو انا المفروض دفاع ببقى واقف، انا واقف مستنيه يجي لي يعني. لو عداني هنا وهو ما جاليش اعمل ايه؟ ما هو عدى يعني اعمل ايه طيب؟ صح اجيبها منين؟ فبس فهي دي كانت علاقتي بالرياضه صراحه. غير كده بقى انا شاطر في الحساب. اوكي. بس انما الرياضه بس انت وشاطر في الاكل، شاطر في عمايل الاكل. يعني لما كنت اقعد اكلمك في التليفون تقول لي انا بعمل مش عارف ايه ومكرونه بالايه، وانت بتحب تطبخ. لا انا اصلا لما بعطل وانا بكتب بقوم اطبخ. اوكي. يعني لو انا حاسس ان انا عايز اغير جو، عايز اعمل حاجه اقوم اطبخ. اوكي. بس بتفتح لك سكه. وانا بقى طبيخي ايه بقى؟ يعني في دايما بيقول لك الراجل لما بيطبخ كده تحس ان هو راجل شيك بقى ولابس مش عارف. لا انا طبيخي ست بيت قاعده، واللي هو هتطلع بره انا وانا بطبخ يعني. مش لا مش بتاع. لا وعندي مزاج في الطبخ، بحب يعني حاجات معينه يعني. طب بتحب الحلويات؟ انا بقى بحب اعمل حلويات كمان. لا بحب الحلويات اكيد يعني. ايه اكتر الاكلات اللي بتحبها يعني؟ من ناحيه لا الحوادق. طب بص عشان الحلقه ما تطولش تعالوا نقول ايه اللي ما بحبوش. ما نروحش بص انا اكتر اكله بحبها في حياتي محشي الكرنب. اوكي. وما يبقى ملسوع. اوكي. بعمل طاجن فته. طب فين؟ طاجن موزه بالمحشي الكرنب. طاجن موزه بالمحشي الكرنب. شفت الخيال راح لفين؟ ده انت ركزت بقى. طاجن موزه بالمحشي الكرنب. ليه؟ لان المحشي لما بيتحط في الحله بيشرب ميه كتير فبيعجن، انما لما بتحطه في الطاجن انت محتاج تديله نص كوبايه مش اكتر من كده. واللحمه جواه. اللحمه بقى ما انت بتسلق اللحمه الاول وبعدين تقوم حاطط اللحمه. اكتبوا معايا. انت طب ما نعمل برنامج. ما عملتش ليه برنامج اكل؟ ما انا هاكل الاكل مش هنقعد هتطلع. لا شكرا يا جماعه اكلنا خلاص. يعني بتسلق اللحمه الموزه تلتين ساويه. وبعدين تقوم واخدها الموزه خصوصا لو بتلو بتبقى قراص كده بتبقى حلوه. وتقوم راصصها في الطاجن من تحت. ممكن تحط شويه سمنه لو عايز، لو انت يعني مش فارقه معاك. وبعدين تقوم راصص المحشي وهو لسه ملفوف فوقيها. وتقوم مديله نص كوبايه مرقه او كوبايه مرقه حسب الطاجن. شوربه ميه. تقوم كاتمه بفويل وهوب في الفرن يتعذب ساعتين. اوكي. وتقوم مطلع شايل الفويل، تقوم دهن بوش سمنه وتقوم مديله بقى ياخد وش يتحرق او ياخد وش كده، بس تقوم قلبه في البتاع. مبروك بقى للدكتور. طب وانت اللي بتحشي؟ احيانا واحيانا. اوكي. يعني بقى لما بدا بيبقى في ناس بتحشي برافو بجيب من عندهم بجيبه جاهز. بقى نقعد بقى نلف. اوكي. بس طب والحلو اكتر حاجه بتحبها في الاكل حلو؟ قدره قادر. دي عايزه قدره قادر عشان اللي انت بتعمله. لا ودي قدره قادر. هي انت عارفه هي اسمها قدره قادر ليه؟ عشان هي كيكه غريبه جدا. هي نصها كريم كراميل ونصها كيكه شوكولاته. بس هي اسمها قدره قادر ليه؟ انت بتجيب الطاجن بتاعها تقوم حاطط تحت خلطه كيكه الشوكولاته وتقوم حاطط فوق خلطه الكريم كراميل. حطها في الفرن بتطلع سبحان الله كريم كراميل نزل تحت والكيكه طلعت فوق. لا والله العظيم بقدره قادر.